السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل لكم طريقة عمل السمك السنجاري بطريقة سهلة جدا وبسيطة. معانا مكونات زي ما انتم شايفين اهي. معانا سمك، معانا حوالي 4 سمكات كبار منضفينهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده اهم. بصوا يا حبايبي، سمك بلطي فاتحينه من الظهر كده من هنا زي ما انتم شايفين كده، ومنضفينه كويس جدا اهو. ومعانا توابل سمك اهي، يعني اي حاجه عندكم. احنا عندنا كمون وملح وشطه وتوابل سمك وكده يعني. وعندنا توم اهو، توم مفروم، وعندنا بصل ابيض وبصل احمر، وهنا عندنا فلفل اهو. عندنا بارد وحراق اهو، عندنا احمر وكمان اخضر، وعندنا هنا طماطم حوالي 3 كده، وعندنا ليمونه كبيره اهي. بس كده تعالوا دلوقتي نبدا بالطريقه يا حبايبي. هنتبل السمك اهو. هنجيب السمك بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، عليه ملح اهو بالشكل ده اهو. احنا كده بنتبله اهو يا حبايبي كده اهو، بالشكل اللي انتم شايفينه ده، من جوه وفي كل حته اهو كده. حشينا عليهم ملح زي ما انتم شايفين كده، من بره ومن جوه كويس جدا اهو. دلوقتي هنحط التوابل التانية. هنحط الكمون وتوابل السمك اهو. بصوا، نخلي تشرب من كل حته، من بره ومن جوه اهو. بصوا، هنرش من جوه كده اهو كده. بصوا يا حبايبي، نحط من بره ومن جوه اهو. نتبله كويس جدا اهم حاجه، ونكتر من التوابل بتاعت السمك والكمون عشان بيخلوه حلو جدا. وكمان الليمون نكتر منه، والثوم كلهم يعني نكتر منهم اهو كده. نحط كده كويس يعني اهي. التانية دي اهو بالشكل اللي شايفينه ده. الشطة كمان. دلوقتي بقى يا حبايبي هنحط الثوم اهو. بصوا ازاي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحطهم كلهم كده، بعد كده نرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، احنا حطينا نص الثوم في السمك ده زي ما انتوا شايفين كده، ونص التاني قاعد. بصوا عشان ده هنحطه في الخلطة في الصينية يعني مع السمك. دلوقتي يا حبايبي هنحط ليمون نعصر عصير الليمون عليه كده اهو، بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من بره ومن جوه زي ما قلت لكم. هنعصر العصير الليمون عليه ونرجع لكم بعد كده. بصوا يا حبايبي، هنعصرها ونرجع لكم يا حبايبي. بعد ما تبلناهم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، دلوقتي هنسيبهم. احنا ما حطيناش اللي هو الفلفل والطماطم كده ولا البصل، هنحطه في الاخر. احنا حطينا الثوم والتوابل والكمون وكده يعني والليمون. بعد كده هناخدهم نسيبهم ساعة او ساعتين. كل ما تسيبهم اكتر كل ما تشرب اكتر الحاجات اللي فيها الطعم، يعني بيبان فيها اكتر وكده، تشرب الليمون وكده. فاحنا هنسيبها ساعة او ساعتين على حسب يعني. لو سبتها ساعتين احسن، يعني هتشرب اكتر. فاحنا هنسيبها ساعتين، بعد كده نرجع لكم تاني يا حبايبي. بعد ما سيبنا السمك في التتبيله بتاعته يشرب فيها مع نفسه. دلوقتي بقى دلوقتي هنخرط الخضار ده اللي هنحطه في السمك، اللي هي الحشوه بتاعه السمك. يلا بينا نخرطها اهو. اول حاجه نخرط البصل، نقطعها قطع صغيره كده. احنا بصوا مش عايزينها مفرومه، احنا نقطعها بس، يعني ما نفرمهاش اهي كده صغيره كده. بصوا يا حبايبي، بعد ما قطعنا الفلفل والبصل، دلوقتي هنقطع الطماطم اهو زي ما انتم شايفين كده. نقطعها برضو قطع صغيرة، يعني مش كبيرة قوي ولا صغيرة قوي اهي كده يعني. بصوا اهي، هنقطعهم برضو ونرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، بعد ما خرطنا كل حاجة زي ما انتم شايفين كده، البصل الالوان مع بعضيها، والفلفل والطماطم زي ما انتم شايفين كده اهو. دلوقتي هنحط الثوم المفروم بتاعنا اللي زايد مننا. احنا حطينا نص الكميه في السمك، ونص الكميه قلت لكم هنعوزهم تاني. احنا حطيناهم هنا في الخلطه دي. هنقلبهم كويس وهنحط توابل دلوقتي. توابل زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي هنقلبهم اهو، نقلبهم كويس. بعد ما قلبناهم كويس نحط لهم معلقتين زيت اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، معلقتين وسط اهو يا حبايبي. بعد ما قلبناهم كويس جدا مع الزيت والثوم وكل حاجه، هنحشي دلوقتي بيهم السمك
عليهم عصير ليمون يا حبايبي. بعد كده نرجع لكم تاني اهو. بعد ما عصرنا عليه الليمون زي ما انتم شايفين كده، دلوقتي هناخدهم نحشي بيه السمك الجميل بتاعنا ده. هنحشي بيه السمك ده. هنجيب صينيه زي كده زي ما انتم شايفين كده اهي. هنحط فيها السمك بتاعنا. بصوا نحط من تحت التتبيله بتاعتنا. هنحط الحشوه كده زي ما انتم شايفين، حبه صغيره كده من تحت اهي، عشان نرص عليها السمك. بعد كده هنحط الحشوه بتاعتنا الباقي كله جوه السمك نفسه وفوق السمك برضه. بصوا اهي. نسمي كده بسم الله. نفتح السمك بتاعنا، نرصهم من الاول بعد كده نرجع لكم. بصوا يا حبايبي دلوقتي هنحشوهم بالتتبيله بتاعتنا. خليهم مفتوحين زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. بصوا ما شاء الله شكلهم تحفه. هنحط كمان في الباقي. هنعمل الباقي كله زي كده يا حبايبي. بصوا اهو. نحطها كده السمكه ونحشيها من جوه اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا اهي. بصوا ازاي كده. نحشيهم كلهم يا حبايبي بالشكل ده، ونحط كمان شويه من تحت وهي من فوق كده كده مفتوحه. وبصوا هنخلي السمكه مفتوحه يعني مش هنقفلها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهي. نحطوها كده اهي زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى نفتحها كده ونحط الحشوه بتاعتنا جواها اهو بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو. بصوا يا حبايبي اهو كده. هنحطهم ونرجع لكم تاني يا حبايبي. زي ما عملناهم كده زي ما انتم شايفين كده. هنحط عليهم دلوقتي شرايح الليمون. بصوا اهو. نحط لهم شرايح الليمون كده، يعني نجيب ليمونه او 2 ونعملها شرايح كده ونحطها فوقيها. بتديها شكل حلو كده، وكمان تبقى طعمها كمان حلو. يعني احنا نعمل شرايح ليمون زي كده ونحطها. السمك يعني بيبقى حلو جدا في الليمون، فاحنا حطينا لها ليمون شرايح زي ما انتم شايفين كده، وحطيناها ليمون في التتبيله بتاعتها، وحطينا في الحشوه برضه عصير ليمون اهي زي ما انتم شايفين كده. احنا بنجيب شرايح الليمون ونحطها فوقيها. هنحطها كده. هنحطهم ونرجع لكم تاني. شكلهم هما بعد ما حطينا عليهم شرايح الليمون. دلوقتي بقى هناخدهم ونحطهم في الفرن. نكون مولعين عليها، تكون ناخدهم ونحطهم في النص، يعني في نص الفرن يعني، ولا فوق من تحت، عشان يعني في الرف الوسطاني عشان يستووا كويس جدا وعلى مهلهم. بابي ودي شكلها في النهايه اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بعد ما طلعناها من الفرن اهي زي ما انتم شايفين كده مستويه وجميله جدا وريحتها حلوه جدا اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. يعني بصوا ما شاء الله والله العظيم شكلها تحفه جدا وريحتها كمان احلى. بصوا اهي مستويه من بره ومن الناحيه التانية من تحت. بصوا الخلطه بتاعتها زي ما انتم شايفين كده مستويه جدا اهي. شايفين كده اهي. بصوا ما شاء الله شكلها تحفه جدا اهي. بصوا يا حبايبي دلوقتي هنطلع واحده ونوريكم شكلها. هنطلع واحده زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله شكلها تحفه جدا. بصوا لسه سخنه زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله تحفه جدا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.